كل الناس بتقول لك الاي اي هياخد شغلك، بس انا مش هقول لك كده. انا هقول لك جمله اسوأ واكثر رعبا منها. الاي اي هو هياخد اول شغلانه ليه، الشغلانه اللي انت كنت هتبقى فيها جونيور هو هياخدها، هيمنعك اصلا من ان انت تدخل السلم الوظيفي. صلى على النبي كده. الفكره اللي هقولها في الفيديو ده هي اول مره العالم يتعرض لها في التاريخ. العالم ما قابلش مشكله زي دي قبل كده، ومهم تعرف الفكره دي بدري لو انت صاحب بيزنس او خريج او لسه طالب او بتدور على شغل. والله اللي احنا نعرفه الشخص بيبدا جونيور، بعد كده بياخد شويه خبره يبقى ميد ليفل، بعدها يترقى يبقى سينيور، بعدها يترقى يبقى مانجر. الفكره بقى ان الجونيور في اول السلسله ده بيعمل فيرست درافت من حاجه، بيدخل بيانات، بيرد على العملاء. الوظائف دي رغم انها مش مهمه قوي ان السينيور يعملها بنفسه، ولكنها عاليه القيمه التعليميه للجونيور. حلو الكلام. لا، الاي اي لسه ما بيعرفش يعمل وظائف السينيور لانه ما عندوش الخبره بتاعته، ولكنه بيعمل وظائف الجونيور احسن من الجونيور نفسه. فالشركات ما عادتش عايزه الجونيور. يقول لك والله انا ليه اجيب 4 5 جونيور لما الاي اي ممكن يعملهم ووفر تكلفه ووفر وقت. ولكن تخيل ان المشكله دي كبرت وكل الشركات في العالم ما عادتش بتعين جونيور، فاول حلقه في السلم الوظيفي ما عادتش موجوده. يعني انت هتتخرج مش هتلاقي وظيفه جونيور عشان تقدم عليها. والحقيقه برضو ده مش كلامي لوحدي. داريو امودي رئيس انثروبيك المالكه لكلود في لقاء ليه من فتره قال ان وظائف الانتري ليفل الجونيور اللي الاي اي بيعرف يعملها عدد الوظائف دي هتقل 50%. ولو فاكر ان هو بيبالغ فخليني اقول لك ان المنتدى الاقتصادي العالمي طلع احصائيه ان في امريكا اخر 18 شهر عدد الوظائف اللي بتنزل طالبين فيها جونيورز قلت 35% في امريكا، قلت تلت. وعلى فكره دي مشكله للشركات واللي بيدور على شغل. وهقول لكم الحل. لو انت صاحب شركه ومش بتعين جونيور، بعد سنتين 3 السينيور هيبقى عايز يبقى مدير او هيمشي هيجي له عرض من شركه ثانيه. طب انت ما عندكش جونيور يشيل مكانه، فهتلاقي الشركه فضيت عليك. لازم تفضل محافظ على فئه الجونيورز في الشركه. بالنسبه بقى للشباب والباحثين عن العمل، وده بصراحه وضعهم يعني بقى صعب جدا بجد والله، فلازم تفهم ان الطلب على الخريجين بعد كده هيقل، عدد الباحثين عن عمل هيزيد، وتلاقي بعد الجونيور مكان بتطلب منه 3 4 مهارات بقى مطلوب منه 30 40. فالسؤال هنا ازاي تخلي الشركه برضه تعينك وانت جونيور رغم وجود الاي اي؟ لازم تفهم ان الشركات بعد كده هتدور على التالي: شخص جونيور بمساعده الاي اي يقدر يطلع شغل قد 4 5 جونيور تانيين. فانت بقى تحاول تبقى الجونيور الجامد في الاي اي اللي هيعمل شغل الخمسه. تعمل ده ازاي؟ اول حاجه تتعلم اساسيات مجالك بجد. 2 تتعلم تتعامل مع ادوات الاي اي عامه وتطلع منها نتائج كويسه في مجالك خاصه. بعد ما يبقى معاك المهارتين دول هيبقى عندك القدر الكافي ان انت تراجع على اجابه الاي اي وتقول لا ده دي محتاجه تعديل، ده دي مش تمام، ممكن نظبطها. هو ده الشخص اللي الشركات هتدور عليه. 3 حتى لو لسه ما بدات الشغل تعمل بورتفوليو فيه مشاريع للحاجه اللي انت عايز تشتغلها، حتى لو مشاريع بالاي اي، بس تثبت لهم ان انت تقدر تسخر الاي اي لخدمتك. 4 في حاله ان انت هتتساوى مع حد تاني مقدم على الوظيفه، اتساويت معاه في المهارات التكنيكال وفي الاي اي، الاختيار هنا هيروح للي عنده سوفت سكيلز اعلى وعنده كوميونيكيشن احسن. ولو عايز بقى تعرف اول الوظائف الانتري ليفل او الجونيور اللي الاي اي هيستبدلها، فانا عامل لك تقرير كامل عن اول 20 وظيفه الاي اي هيستبدلها، فتقدر تشوف وظيفتك منهم ولا لا، ولو موجوده تعمل ايه عشان تتفادى ده في المستقبل. رابط التقرير في اول كومنت. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.